تفاجأ العديد من التجار بالعاصمة بإتاوة جديدة من طرف الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف، قيمتها تتجاوز 1000 دينار، تدفع سنويا عن كل محل تجاري يستخدم تلفازا أو مذياعا. قال لك باللي لازم عندكم واحد شغل بي بروسي تخلصوكم حقوق البث التلفزيوني، تخلص 100,000 دوك ما باش في العام ولا في الشهر. قال لك يا ودي تخلص على اللاتيلي هذه اللي مشعوله. انا داير كاميرات، قال لي نشوف الديمو هيك احنا حقوق المؤلف، الديوان الوطني لحقوق المؤلف. حب يقول الديمو هذا قال لي تخلص عليه يا ديمو يا راديو في الحانوت ولا تخلص عليه موندا 100,000 راك في العام. ثم بصح انا هذاك الديمو ماشي كتاب، ما فهمني كيفاش، قال لك لازم تخلص. أوندا حذرت المتهربين من دفع هذه الإتاوة التي اعتبرتها طبيعية ومطبقة في كل دول العالم لحفظ حقوق المؤلف. عنده جهاز تلفزيون او عنده كما نقولوا ان بوست كاسيت ولا ليكتور دو سي دي ويدير الموسيقى ولا يدير الافلام، يعني مصنفات فنيه، عنده اون غودوفونس يخلصها كل سنه. قادر يكون حفاف، قادر يكون صالون دو كوافير تاع لي فام، حتى وخاصه بس قنوات تلفزيونيه هذه سي سكون ابل لا ريمونيراسيون ايكيتابل. وحتى لو كان ما يدفعش نقدروا نتابعوه عن طريق العداله، يعني لانه قانون واضح. صعوبة كبيرة سيتلقاها الديوان الوطني لحماية حقوق المؤلف في تطبيق هذه الإتاوة، فقليل من التجار من يعرف ماهية حقوق المؤلف.